السلام عليكم أصدقائي. معكم عدنان محمد مرة ثانية. طبعا لأهمية موضوع الخطاب، ولأنه يعني موضوع ب20 علامة. يعني أكيد مهم جدا إنه بيكون في عندك فكرة عامة عن كيفية كتابة الخطاب. اليوم أنا بعد ما كتبت الخطاب الشخصي امبارح، جبت لكم اليوم خطاب رسمي، يعني فورميلا بريف. طبعا أصدقائي للأسف ما عم توصلنا كل المعلومات الدقيقة عن كتابة أو عن كيفية كتابة هذا الخطاب. أنا حاولت وسعي جاهدا إن شاء الله إني أوصلكم كل المعلومات اللي ما وصلتني وأنا بالمدرسة، وأغفلها يعني الكثير من الأساتذة. يعني بصراحة ما حكى عن هذه التفاصيل، هاي دقيقة جدا مشان يكون الخطاب سليم 100%. شو هن عبارة عن 8 خطوات أصدقائي. 8 خطوات. الخطوة الأولى على يسار الصفحة من هون بنكتب فيها الأدريسة ديس أبسنداس. أبسنداس مرسل، تمام؟ يعني عنوان المرسل. بكتب عنواني الشخصي اللي أنا بتخاطب عليه بألمانيا، هذا عنوان. بروح للخطوة الثانية. الخطوة الثانية على يمين الصفحة من فوق بنكتب الداتو، حكينا عنه امبارح، منشن كوما 18 بونكت أبريل. انتهينا. هذا العنوان بننتبه لعلامات الترقيم، حكينا بخصوصها بالفيديو السابق. طبعا اليوم بصدد يعني انه احكي عن الخطوات هاي، لانه خلص انت وصلك عموما شكل البريف الشخصي واهميته واهمية علامات الترقيم. انا بدي احكي عن الخطوات كيف بتكتبوا. انا اجاني بامتحاني خطاب رسمي، يعني لا يستبعد حدا انه ممكن يجي الخطاب رسمي اصدقائي. الخطوة الثالثة بنكتب اسم الشركة اللي بدي خاطبها. انا حطيت كمان عنوان افتراضي، كل فرانك فياما، يعني شركة برادات. وحطيت العنوان باومشتراسة بلا 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 برلين. تمام. انا بمنشن، هنا ببرلين، وهذا اسمه ادرس ديس انفينجلز. اصدقائي يعني عنوان المرسل الي، يعني عنواني، تاريخ، عنوان الشخص اللي انا بعت له. المسألة الرابعة والمهمة جدا 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 اللي هي عنوان النص. عنوان النص إذا كانت دعوة لازم نكتب Einladung، إذا كانت فرضا اعتذار نكتب Entschuldigung. أنا كاتب هون اليوم Beschwerde، يعني شكوى. هذا مهم جدا الموضوع شباب، ما بنغفله. تمام. لازم تكتب العنوان، بتريح الشخص اللي بده يقرأه، تمام، بيعرف شو فحوى الخطاب تبعك. بنروح للخطوة الخامسة اللي هي اللقب. أنا كتبت لكم كذا احتمال. طيب إذا كنت ما بعرف الجهة بكتب زي جئات دائما ودلل، بنحط الكومة لا ننساها، كومة. إذا كنت مخاطب امرأة نحط زي جئات فراو، إذا كنت عم خاطب رجل زي جئاتا هي، كومة. طبعا جئاتا جاي من ديا، جئاتا جاي من دي، وهون جئاتا جاي للدي تبع الجمع. طيب ليبا هي كمان عندها شكل خطاب رسمي إخواني، ليبا فراو كمان شكل خطاب رسمي، تمام، لقب رسمي، يعني عم تخاطبه بصيغة احترام حتى لو قلت له ليبا. تمام. بنروح للخطوة السادسة اللي هي بريف بيجن، يعني هي صلب الموضوع، بنكتب موضوعنا، بعدين بنرجع للختمة. الختمة عادة بيكون فيها أصدقائي يعني اقتراحاتك، تمنياتك، طلباتك، تمام. بعدين بنروح للجروسة. كمان جبت لكم كذا احتمال أصدقائي، جبت لكم فرويندليشن جروسة، عفوا فرويندليشن جروسة، تحية قلبية، أو بدك تحطها بحرف جر مت فرويندليشن جروسة. بتنتبه للحالة الإعرابية لأنه راح يختلف الشكل. شوفوا هون فرويندليشن جروسة، هون نومينيتيف، هون صارت متداتيف، وهي صفة وهي موصوف، تمام. فبيتبعوا بعض، الصفة تتبع الموصوف، فصارت فرويندليشن جروسن أو بست جروسة نومينيتيف، أو تمام، يعني مع فائق احترامي. أو بتكتب مت بيستن جروسن مع أفضل تحياتي أو تمنياتي. تمام أصدقائي، أنت اختار الأسهل، يعني أنا بشوف هي أسهل شيء بست جروسن، أو إذا في عندك قدرة أنك تكتب هاي الكلمات المعقدة بننتبه للشكل العام. تمام. هلا انا خلصت من هاي الخطوات. هلا بشوف على ارض الواقع اصدقائي، على ارض الواقع شوفوا شكل البريف،
هاي بالشكل العام خطواتي. تمام، هاي شكله. خلينا نقرأه على عجالة، معنا وقت الحمد لله. الفيديو يعني بإذن الله إن شاء الله بيكون شافي ووافي. عنواني تاريخي، أنا بمنشن، بدي أكتب من منشن، حطيت اليوم وحطيت الشهر والفواصل والنقطة. بعدين عنوان الشركة كتبته، شوفوا بترك دائما في مجال بين العنوان والعنوان. بعدين بترك كمان سطرين بكتب العنوان النص، يعني اللي هو بريف تسايلة، بتريف تسايلة. تمام، يعني عنوان النص أو العنوان أو فحوى الخطاب. تمام، بنروح للخطوة الثانية، بنقرأ أنا وإياكم ونشوف شو عمل. زي geehrte Damen und Herren. ليش؟ لأنه مخاطب شركة، ما بعرف مين الشخص اللي راح يتلقى الرسالة. تمام. إيش habe، شوفوا حرف صغير بلشت، لأنه هون حطيت الكوما، بلشت بحرف صغير، بعد الفاصل دائما حروف صغيرة. Ich habe vor 2 Wochen einen Kühlschrank bei Ihnen. شايفين Ihnen بصيغة الاحترام، ما حكيت دير. gekauft، ما حطيت نقطة لأنه حطيت أداة ربط اللي هو ضمير الواو، حرف الواو. Sie wollten، شوفوا عم بحكي زي احترام، wollten mir das Kühlschrank vor einer Woche liefern. بونكت، انتو كان بدكم توصلوا لي قبل اسبوع البراد. تمام. Das war am Freitag der 13. كتبته انا كتاب مشان تعرف تلفظها، لانك مضطر تكتبها هيك، بامكانك تكتبها هيك ويكفي. ابخل. طبعا انتبهوا للموضوع شباب. هلا احيانا بيعطوك تواريخ في البريف، يفضل انك تنتبه. انا بعد ب 18 وموعدي كان ب 13، مو بكتب مثلا ب 20 وانا قبل بيوم. يعني حاول تنتبه لهي التفاصيل الصغيرة يكون افضل. ابخل und، شايفين حاولين، حاول عم بربط الموضوع اكثر ما اني احط علامات ترقيم كثيرة. اذا und habe ganze Woche gewartet، واستنيت طول الاسبوع، كوما، بدي كفي. aber der Kühlschrank ist nicht gekommen. بونك، بس للأسف البراد ما إجا. إيش هو في كوما. هلا يعني تقريبا أنا حكيت اللي بدي إياه، إنه أنا المفروض يوصلني براد خلال أسبوع، ما وصل. هذا الفحوى العام. طيب شو بدي هون؟ إيش هو في كوما تسي كبيرة طبعا، مش تاغوبة عفوا، تاغوبة انفورميرن. بتمنى إنه أنتو تعلموني شو القصة، يعني تفهموني. Wenn der Kühlschrank innerhalb 2 Wochen nicht her ist، يعني إذا كان البراد خلال 2 عفوا، لا nicht 2 Wochen، خليني أصلحها لأنه مستحيل راح تستنى 2 Tage. خلينا نقول 2 Tage أفضل، يعني إنه خلال يومين. طبعا واضح إنه معصب أنا. طيب 2 Tage nicht her ist، إذا كان البراد خلال يومين، مو هون كوما تكفي. möchte ich mein Geld zurück، بدي رجع مصاريي إذا سمحتوا. تمام. über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen، يعني راح أكون كتير مبسوط إذا كان الرد سريع. يا بتبعتوا لي البراد يا بتقولوا لي ما في مجال إن نبعته. vielen Dank für Ihre Verständnis، شكرا لتفهمكم. تمام. for Ihr Verständnis، شكرا لتفهمكم. هيك خلص الخطاب وحطيت بونكت، انتهى الموضوع عندي. طيب بنروح للموضوع الأخير اللي هو الجروس، الخطوة الأخيرة. أنا حطيت هاي متفرويندليشن جروسن، اخترتها. تمام. حطيت اسمي، لا حطيت نقاط ولا حطيت أي شيء على الإطلاق. هيك كان يعني شكل البريف الرسمي إخواني. هاي الخطوات لما بتتبعها إن شاء الله بيكون 100% خطابك سليم. ابتعد عن التعقيد، اختار مفردات سلسة وسليمة، انتبه لعلامات الترقيم، والخطوات حاول تحفظها كما تحفظ اسمك. وإن شاء الله في كل الخير والتوفيق إن شاء الله لكم. أتمنى لكم أصدقائي يعني كل المتعة والفائدة في هذا الفيديو، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر. أخوكم عدنان، والسلام عليكم.